أما بقى لو عندك عربية فالموضوع هيختلف تماما، لأنك لازم تعمل حسابك في البنزين، اللي هو لتر البنزين دلوقتي بقى بفرنك 80 فرنك 90 2 فرنك على حسب المكان اللي هتفول منه. وفي تأمين للعربية بيتراوح من 1200 ل 3000 فرنك على حسب نوع عربيتك وعلى حسب القوة بتاعتها. وفي كمان الاشتراس في الخير أمت بتدفع لهم 320 350، دايما ساعات بيطلع ساعات بينزل، دي للطرق. وغير ما بتدفع فينيتا كل سنه، الحاجات اللي انا قلتها دي لكل سنه مش لكل شهر، بتدفع فينيتا 40 فرنك برضو عشان تسوق على الطريق السريع. فطبعا العربيه احيانا بتبقى اغلى من المواصلات، ولكن لو انت ساكن في مكان في الضواحي طبعا العربيه هتكون هي المنقذك الوحيد، لانك مش هتضطر تقف تستنى مواعيد قطوره، لان طبعا في الضواحي ما فيش القطوره سريعه، مش هتلاقي كل مثلا ربع ساعه قطر، هتلاقي كل ساعه قطر كل ساعتين قطر على حسب انت ساكن فين. ولكن المواصلات بشكل عام في سويسرا بصراحه من اقوى شبكات المواصلات في العالم كله، لان المواصلات بتوصل في كل مكان، يعني حتى على الجبال فوق هتقدر تطلع للمكان اللي انت عايزه في اي وقت وبكل سلاسه.